تعمل ايه لو جاتلك رسالة مكتوب فيها أبو الحسن فنان سابق ومتسول حاليا؟ دي رسالة للإعلامي معتز دمرداش جاتله على تليفونه، ولما اتصل بالرقم لقى فعلا إن صاحبها هو الفنان محمد أبو الحسن. حلقتنا النهاردة عن بطل مسرحية سك على بناتك اللي قدم فيها دور عمره ونجح نجاح كبير. يا ترى محمد أبو الحسن ليه بعت الرسالة دي؟ خلونا نعرف الحكاية. بعد الرسالة اللي بعتها لمعتز دمرداش قرر يعمل معاه لقاء، وكان آخر لقاء ليه قبل رحيله، وقال الناس بتاكل 3 وجبات في اليوم وأنا باكل وجبة واحدة من إيد مراتي المخلصة، وأنا قنوع جدا وربنا يطرح البركة في اللقمة الصغيرة. وبالكلمات دي كان أبو الحسن بيختصر المعاناة اللي عاشها في أيامه الأخيرة. محمد أبو الحسن من مواليد سنة 40 واتخرج من كلية الزراعة واشتغل مهندس زراعي في مديرية الزراعة في القاهرة، وبعدها التحق في العمل في التلفزيون المصري في برامج الأطفال، والصدفة لعبت دورها مع الفنان محمد أبو الحسن، وكانت في مفاجأة حلوة مستنياه لما اعتذر الفنان أسامة عباس عن دور حنفي في مسرحية سك على بناتك مع الفنان الكبير فؤاد المهندس. فؤاد المهندس قرر على طول إسناد الدور لمحمد أبو الحسن، وكان عند حسن ظنه ونقش بالدور ده صورته في عقول كل محبين الفن ومسرح فؤاد المهندس. وعلى الرغم من شهرة دوره في مسرحية سك على بناتك، إلا أن رغبة المخرجين في تكرار نفس الشخصية وتكرار إذاعتها كان سبب في غضبه، رغم التوقعات الكبيرة بأنه يبقى واحد من أهم نجوم الكوميديا في مصر. حاول محمد أبو الحسن تغيير أدواره، وبالفعل شارك في مجموعة من الأفلام والمسلسلات، منها المال والبنون وعلى هامش السيرة وأفلام زي البرنس ومقيدة ضد مجهول ومحطة مصر وغيرها من الأعمال. وفي سنة 86 بدأ المرض يدخل جسم أبو الحسن لما فوجئ أثناء عمله بألم شديد في القلب، واتنقل بسببه للمستشفى، واستدعت حالته السفر لباريس علشان يعمل جراحة تغيير 7 شرايين في القلب. الفنانة سهير رمزي قامت بالتكفل بنفقات علاجه، وسافر يعمل العملية لغاية رحيله في يوم 8/6/2014. وقبل كده كانت سهير ضيفة في برنامج ساعة صفا، ولما عمل أبو الحسن مداخلة وحكى فيها ظروفه فانهارت سهير رمزي وبكت على الهواء. في السنين الأخيرة من حياته عانى محمد أبو الحسن من تجاهل المخرجين وحتى زملائه اللي شاركهم أعمالهم لسنين طويلة، بعد ما هدوا المرض طبعا وعانى من الفقر الشديد وبقى من غير شغل. علشان كده بعت الرسالة المؤلمة دي للإعلامي معتز دمرداش. وقال أبو الحسن كمان إنه حاول الاتصال بالفنانة إسعاد يونس لمساعدته لكنها ما اهتمتش، وقال أنا وقفت جنبها كتير في بداية حياتها ودلوقتي بتقفل التليفون في وشي. محمد أبو الحسن قال أنا فعلا متسول فن مش مال، فالحمد لله ربنا مش بينسى حد، فأنا أتسول الفن لأن الفن حياة وبيمتع الإنسان ويساعده في الضحكة والابتسامة، والابتسامة كمان صدقة. وأعلن في لقاء تلفزيوني إن الظروف دفعته إنه يقف قدام مبنى مسبيرو وهو شايل يافطة مكتوب عليها فين العدل يا مصر. اتكلم الفنان محمد أبو الحسن كمان عن عادل إمام وقال كنا أصدقاء في الجامعة وكان بيتقرب مني لأني كنت مشهور وكنت بتكلم مع المخرجين عن موهبته. ولما لمع نجم عادل إمام وكان أبو الحسن مشترك في مسرحية مدرسة المشاغبين بدور طالب، قام عادل إمام بتطفيشه وقال إن عادل إمام مش بيفتكر حد ساعده. في النهاية رحل أبو الحسن بعد رحلة قدم فيها أدوار فكاهية، ورغم إنه ما خدش البطولة لكن وجوده في أي عمل كان بيدي نوع من البهجة. ومن المعلومات اللي محدش يعرفها إن أبو الحسن شارك في مسرحية المتزوجون مع سمير غانم وجورج سيدهم في دور عصمت، لكن اعتذر بعد كده وراح الدور للفنان محمد التاجي، ولسوء حظه إن المسرحية اتصورت بعد ما مشي منها. قولوا لنا في التعليقات إيه أكتر دور بتحبوه للفنان محمد أبو الحسن.